السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على الحبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي ما اشتركش في قناتي يجي بسرعة كده يشترك، وبإذن الله يوصل لكم كل جديد. النهاردة بقى أحلى روتين هنعمله مع بعض. بدأته كده بقدام باب الشقة، انتوا عارفين بقى الدنيا شتا وإيه وحوسة، اللي طالع واللي نازل إيه بيقلع لي الجزم كده أعزكم الله قدام باب الشقة ومبوظ لي الدنيا خالص طبعا. والسجادة اللي في الصالة بتبوظ بسبب إيه؟ الكركبة اللي قدام باب الشقة. قلت يلا اتشجع بكم كده، شربت كوباية القهوة بتاعتي وصليت الصبح وقلت الأذكار بتاعتي، وبسرعة يلا تعالوا نعمل كده قدام باب الشقة، وإن شاء الله هنعمل كده اليوم كله مع بعض. شايفين التراب عامل ازاي؟ يعني اللي يشوف كده يقول ان انا بقالي والله يعني اسبوع ما عملتش. بالعكس والله انا بقالي فترة يعني كل شوية بنضفه كده، بس احنا عندنا شغل في البيت وتجديدات وكده، فعشان كده الرمل وكده بيطلع على السلم فبيبوظ الدنيا خالص. والكتكوته بتاعتي دي بقى كده مدوخاني ومصممه تقف في التراب وكده، وكل شويه اتعارك معاها علشان تخش جوه ومش راضيه زي ما انتوا شايفين كده. فقلت بقى يعني ايه ادخلها كده واخلص كل حاجه، وان شاء الله كده كل حاجه هتخلص معاكم بامر الله. وكل واحد كده يعمل حاجه يا جماعه، يستعين بالله كده ويتوكل على الله، وان شاء الله يعني باذن الله كده كل حاجه هتتعمل بسلاسة وجميلة كده. والله يعني الواحد الحمد لله بفضل من ربنا، أول ما بصحى من النوم كده وأقول أذكاري وأصلي كده بيبقى يوم كده جميل، وما شاء الله بيبقى يوم مبارك يعني الحمد لله بفضل من ربنا. بعد ما كنست بقى كنسة تمام التمام كده، مسكت بقى الايه المساحه بتاعتي او الشرشوبه بتاعتي كده اللي انتوا شايفينها، وقعدت بقى ان انا ايه انضف كده قدام باب الشقه. خدت بقى من فوق لتحت كده وخليت الدنيا الحمد لله بفضل من ربنا ايه قدام باب الشقه نضيفه خالص كده. والحمد لله خلص اليوم على خير وسلس وجميل كده وما فيهوش اي مشاكل والله، وعدى يعني بسرعه خالص. وكان عندي بقى ايه ابن بنتي وكده هيعمل عملية، فانا لازم أنا اخلص كل حاجة علشان يجي من العمليات وكده يكون ايه اكون يعني عاملة له اكلة حلوة وكده. فكنت بصراحة يعني عاملة كده بنظف وبعمل كده السلم زي ما انتوا شايفين، ومش عارفة انا هظبط له ايه او اوكله ايه يعني، فكنت محتارة خالص. قلت بقى اخلص اللي ورايا كله كده واشجعكم كده، وافتح كاميرا معاكم كده وتشوفوا اليوم بتاعنا عامل ازاي من اوله. الحمد لله بفضل من ربنا. يعني انا والله ببقى نفسي اصور كل حاجة يعني من اول كده، من وانا ايه يعني صاحية الصبح، من اول ما بفرش السجادة بتاعت الصلاة اصور معاكم وكده. بس والله يعني ايه اتمنى بقى تدعموني كده في القناه وتتفرجوا عليا كده وتقولوا رايكم ايه في الحاجات اللي احنا بنعملها. ولو انتوا عايزين ان انا ابدا من اول ما بصحى الصبح خالص ابدا معاكم باذن الله. هو اليوم ده كنت بادئه من بدري وكل حاجه، بس كنت بقى خلاص شربت قهوتي وصليت وفطرت كمان، وكانش ورايا يعني ايه غير ان انا بقى اجهز كل حاجه يعني واخلص كل حاجه كده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا خلصت كده، هفرش بقى الفرشه بتاعتي واظبط قدام باب الشقه كده زي ما انتوا شايفين، واخش بقى اشوف اللي ورايا ايه. هنا بقى كنت مطلعه كده ايه فراخ من الفريزر. انا والله يعني قبل ما بشيلها وكده كنت بنضفها تنظيفه كويسه وكل حاجه، بس حبيت بقى ان انا ايه اعيد عليها كده، وكانت لسه برضو يعني ايه التلج لسه ماسك فيها. بس بشدها كده بايدي بتتفك معايا، همسكها بقى انضفها تنظيفه تمام التمام. وانا بحب احطها دايما في محلول دقيق وملح وخل، بتدي كده للايه بتشيل الزفاره، وفي نفس الوقت الفراخ بتاعتك بتحسي كده ان هي ايه لونها فتح او ابيض كده، فبتبقى جميله يعني. همسكها كده انضفها تنظيفه تمام التمام وايه وارجعها تاني ايه احطها في الميه تاني. بعد ما غسلتها وكده هكب الميه يعني بص هشطفها شطفتين كده، وبعدين ارجع ايه اكب الميه وارجع ايه الميه بتاعت المحلول بتاعي. هنا بقى معايا البطاطس دي طلعتها كده. انا كنت بصراحه في الوقت ده مطلعه الفراخ ومش عارفه ان انا هبدا اعمل ايه او كده يعني، فقلت اقشر بطاطس واعمل صينيه بطاطس. وبعدين رجعت تاني قلت ممكن ايه النونه الصغيره اللي عامل يعني عمليه وكده هيعوز مثلا يشرب مثلا حبه شوربه حبه حاجه يعني تكون ايه سهله كده وبسيطه. فقلت ايه خلاص هعمل صينيه بطاطس كده ان شاء الله، وكمان هعمل له كده ايه مرقه كده بلسان العصفور. ما شاء الله كانت حلوه خالص الحمد لله. طبعا في الوقت ده كنت بعمل كل حاجه وانا متوتره وقلقانه خالص، ويعني وكنت سبحان الله يعني واقفه كده قاعده اقول الاذكار بتاعتي ان ربنا ييسر لنا امرنا يعني ويطلع بالسلامه من العمليات. غسلت البطاطس كده والبصلايه اللي انتوا شايفينها دي، وبعد كده بقى ايه هقطعها ايه حلقات.
كل حاجه يا جماعه شايفه نفسها، والاسعار مولعه نار نار نار. انا مش عارفه هو ايه ده، الاسعار كل يوم في ازدياد، وكل حاجه ايه غاليه نار. يعني البطاطس اللي انتوا شايفينها دي الكيلو ب15 جنيه، انا مش عارفه ليه يعني ب15 جنيه. واكترها تفتحها تلاقي قلبها اسود كده وشكلها غريب، انا مش عارفه والله هي ايه، هيودونا الغطا فين يعني بالاسعار بتاعتنا دي. هنا بقى مسكت كده الايه البصلايه بتاعتي وهقطعها كده حلقات. وانا بحب ان انا اقطعها حلقات كده. وانا كان عندي بقى تتبيله، كان عندي دقه وكده بالثوم والفلفل والخل، بحب ان انا اعملها كده واجهزها عندي في التلاجة. خدت معلقه كبيره كده وحطيت حبه ملح وقطعت كده في الفلايه وعملتهم بالملح بتاعي، دعكتهم جامد كده. وبعدين حطيت البطاطس بتاعتي. هبدا بقى ان انا ايه، ارص بقى الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت هقسمها على 2، جزء اعمل منه مرقه وجزء ان انا احطه في صينيه، فقلت لا مفيش داعي. عايزه اقول لكم الرجول اللي انا حطيتها بتاعت الفراخ، اول ما الفراخ تستوي هخبيها علشان خاطر عيالي ما يشوفوهاش، عشان بالنسبه لهم جريمه ان انا احط حاجه زي دي. تمام، هخلصها كده وقطعت جزرايه كده عليها. ومعايا بقى بصوا الرشه اللي انا برشها دي بقى تتبيله انا عاملاها بالقشر بتاع الطماطم. والله عايزه اقول لكم تحفه وجميله. لو انتوا حابين ان انا انزلها على القناه اكتبوا لي بس في الكومنتات وان شاء الله كده هوريكم. هنا بقى بيبس الرمان اللي مدوخني ومش عارفه اعمل فيه ايه، متجمد خالص كده ومهما اسيحه ما بيسحش معايا خالص. حطيت كده معلقه على الوش، وبعد كده حطيت بهارات فراخ وفلفل اسود وايه، واحط الملح بتاعي انا كنت حاطاه في الاول خالص، وحطيت السبع بهارات وزودت الميه بتاعتي. وخلاص كده هحط بقى طرنشات طماطم زي ما انتوا شايفين كده. وخلاص كده الاكل بتاعي يعتبر خلص الحمد لله بفضل من ربنا. هبدا بقى احطه على النار ونشوفه هنعمل ايه تاني باذن الله. حطيت بقى حله على النار كده وحطيت قطعتين زبده كبار كده، لان بصراحه انا ما عنديش ولا نقطه زيت. انا مش عارفه والله يا جماعه، يعني انا بقول لجوزي هات لي زيت وكده، فما كانش في حد فاضي ينزل يجيب لي. بصراحة جاب لي ازازة ب50 جنيه، قعدت يوم واحد بس. انا مش عارفة والله الاسعار دي ايه اللي حصل يعني. حطيت كده معلقتين زبدة كبار او يعني مكعبين كبار كده من الزبدة، وحطيت عليه لسان العصفور، وحطيت بقى المنكهات بتاعي ايه علشان خاطر تديها طعم وكده. حطيت لومي وورق لوري يتحمر معاه كده، علشان بحب ان انا اشم التحمير بتاعه بصراحة، وحبهان ومستكة. وبعد ما حمرتها التحمير التمام التمام اللي انتوا شايفينه، اللون اللي انتوا شايفينه ده، بحب بقى احط عليه الشوربة. وكان عندي بقى ايه نصين من المرقة كده حطيتهم عليه برضو. انا ايه بحب احمرها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، علشان خاطر اللون اللي انا وصلت له ده، الاحمران اللي هو مش محروق، علشان خاطر الايه لسان العصفور ما يشربش الميه. تمام، احط عليه بقى السبع بهارات وبهارات فراخ وفلفل اسود، واسيبه بقى ياخد ويدي مع نفسه. بديله غلوه واحده، ولو لسه الوقت بدري بطفي عليه كده كده، هو بيسوي نفسه بنفسه وخلاص. وطبخت كمان رز ابيض كده من غير شعريه. عايزه اقول لكم كنت خايفه من بنتي كده تيجي وتقول لي يا ماما انا بحب الرز بشعريه. بصراحه هما ما بياكلوش الا الرز بشعريه، بس انا عملته انه بادئ ابيض كده لان ما كانش قدامي حد يجيب لي يعني شعريه وكده. هنا بقى شايفين البطاطس جميله وتحفه كده زي ما انتوا شايفين، وطريه وما شاء الله عليها. والفراخ بتاعتي كمان مستويه خالص زي ما انتوا شايفين كده، وكل حاجه بفضل من ربنا جهزت. دي المرقه بتاعتي وكل حاجه كده ايه تمام التمام زي ما انتوا شايفين كده. على قلبي وهنا يا رب كل اللي كان من الاكل بتاعي. بفضل من ربنا خلصت كل حاجة بدري بدري، واستنيتهم كمان لغاية ما جم، والحمد لله الأكل ده كله خلص بفضل من ربنا. والمريض بتاعنا عمل العملية. أتمنى بقى يعجبكم الفيديو والحاجات اللي احنا بنعملها. الأكل بتاعنا اهو يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، الصينية تحفة وجميلة ما شاء الله كده. هنا بقى المرقة بتاعتنا، عايزة أقول لكم يعني زي العسل، لسان العصفور كده جميل. وادي الرز بتاعنا عملناه أبيض النباتي. اتمنى يا رب يعجبكم الفيديو. على قلب وهنا يا رب على قلب وهنا يا رب اللي ياكل الاكل بتاعنا. اتمنى بقى ما تنسونيش في لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه كده من قلبكم، وتعالوا اتفضلوا معانا احلى كده لسان عصفور وصينيه بطاطس كده تحفه فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. اتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنسونيش بقى في لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه من قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.